ساديو ماني، ماني على اليمين، الغنام يبحث عن العرضية، الغنام يبحث عن العرضية، وحارس المرمى طالع في محاولة أمام الجول. هدف أول للنصر، ومن غيره أيمن يحيى وكفى. انتهى كل الكلام، هنا الأفعال يا أيمن يحيى. من اسمك يبقى للنصر هذا، من اسمك يبقى للنصر هذا الاسم. يحيى هو من يقدم الصورة الرائعة والصورة المشرقة دائما. أيمن يحيى بكرة أخطأ فيها حارس المرمى. النصر العالمي، شمسك يا نصر لن تغيب أبدا مهما غيبتها السحب لن تغيب أبدا. هذا طالع حارس المرمى مع المدافع، لم يكن هناك اشتراك. اللعبة الطويلة مع مدافع مع الرباعي، خطأ من الاثنين. استغل أيمن يحيى بعرضية سلطان الغنام اللي لعب كرة رائعة وجميلة. شوف الربيعي وكأنه مهاجم، لم يكن في دور المدافع. اللعبة عند أيمن يحيى 1-0. أيمن يحيى دائما يكون الحل النصراوي، دائما يكون عنده، دائما الفريق ليس في مستواه يظهر. عدت كرته في محاولة، خطأ أيضا من المدافع في محاولة. ساديو في محاولة، يا نصر يا نصر يا نصر، حيرت الكل. والليلة تعيد الأفراح، والليلة تعيد مرة أخرى. من ضرب، من ركل، من سجل في دقيقتين فقط، عاد مرة أخرى بالأخطاء من المدافعين، عاد مرة أخرى. هنا ساديو، هنا أيمن، وهنا دوران يبزغ هنا في سماء نجران. لا يلف ولا يدور هذا اللاعب، لا يعرف إلا طريق المرمى. دوران يظهر مرة أخرى في نجران، يعيد إليهم الأفراح مرة أخرى. يعود ماني، يتقدم ماني، يلعب الكرة الجميلة والعرضية لبوشل، والعرضية والتغطية الدفاعية، وطالع حارس المرمى وبالخطأ تسديده وهدف ثالث. الله 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 يا نصر، أين كانت هذه الأهداف؟ أين كان هذا المستوى يا عالمي؟ تساؤل من جماهير النصر بالهدف الثالث. حتى بروزوفيتش وقع هذه الليلة، حتى بروزوفيتش اللي يكون عنده عتب أحيانا من الجماهير، حضر بروزوفيتش في الهدف الثالث. ساديو واحدة، بوشل الثانية، وبعد ذلك خروج حارس المرمى. هي الأخطاء وهذا التسديد وهذا الحضور الرائع من بروزوفيتش يسجل الهدف الثالث. قلتها، حتى وإن عتبوا عليك فإنهم لن يخذلوك أبدا. هدف ثالث، بروزوفيتش يسجل النصر على نهاية شوط المباراة الأول. ساديو ماني هل يضيف هدفه التاسع هذا الموسم في الدوري؟ ساديو ماني، ساديو سيزيد من الأوجاع. ساديو ماني يسجل الهدف الرابع، سيقاتل العالمي من أجل إنقاذ موسمه بالتواجد الآسيوي، سيقاتل من أجل ذلك، سيصالح كل جماهيره. الرابع في شوط واحد، 4 للنصر، 4 للعالمي، رباعية هنا في نجران. ساديو ماني بداها أيمن يحيى، بعد ذلك دوران، بعد ذلك توالت عند بروزوفيتش. الرابعة من الثابتة عند ساديو ماني، والهدف الرابع، رباعية رائعة هنا للنصر. وكأن النصر هنا ينفجر غضبا لمصادة من يد حارس المرمى في محاولة. بروزوفيتش يلعب الكرة، غير الاتجاه، الراس في محاولة دوران. الله الله الله، دوران ليلة هذا الكولومبي هنا في نجران، ليلة هنا وخماسية كما ذاق الحارس الأول. الحارس البديل
يأخذ نصيب من دوران بعد تمريرة أوتافيو في تمريرة دوران وضعها في الزاوية، ودوران يعلن الخامس. ألم أقل بأنها ستكون ليلة كبيرة للنصر في هذه الأمسية هنا على سماء نجران؟ سيعيد جزءا من الابتسامة. هل سمعتم ذلك الصغير يا دوران الذي أنشد شعرا بكلماته وبقوافيه وهو في عمر صغير؟ كان مع النموذج اللي مقدم نفسه وكأنه واحد من عيال الحسا، وكأنه شارب من مياهها وعايش ما بين نخيلها. قدم موسم كبير جدا نواف العقيدي في محاولة ساديو. ساديو ماني يعيدهم إلى الذاكرة، يعيدهم مرة أخرى إلى الأيام الجميلة. سداسية هنا في نجران، الكل يريد أن يضع البصمة هذه الليلة. ساديو بهدف، دوران بهدف، وكرة غيرت الاتجاه لكنها تصل إلى الاتجاه الذي يريده كل نصراوي، إلى الشباك، إلى الشباك. هدف سادس يا نصر، هدف سادس. ليلى مرمى يا بوشل، محاولة، الكل طمع، نجامي وفتيل بوشل، الكل يطمع في هذه الليلة في المحاولة أمام 3 لاعبين. عدد مرة ثانية لبوشل بتمريرة في العمق، هدف هدف هدف. الله 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 الله، سباعية سباعية، 7 أهداف، ليلة كبيرة. نعم، انتهى كل شيء، خلص كل شيء. أنه الليلة متعة. من حجز تذاكره هنا في هذه الأمسية مع النصر قد استمتع بعرض كبير جدا يا ساديو ماني، بثلاثية هنا وبهاتريك هنا بتمريرة وبصناعة من بوشل وبهدف سابع وبهدف ثالث وهاتريك يا ماني، هاتريك يا ماني. أعدت له الأيام الماضية، أعدت مع صديقك صلاح عندما كنت ترعب الخصوم. عاد لكم ساديو ماني، أعتقد أنه واحد من الباقين. ساديو ماني هنا تحية مع البرازيلي الآخر أنجيلو، مع اللاعبين اللي موجودة على أرضية هذا الملعب. نادي الأهلي بهدفين مقابل هدف من أمامه وبنفس هذا الحكم. لعبت محاولة من الطرف الأيسر، عرضية، الثامن ورباعية. هنا السوبر، هنا السوبر، هنا السوبر السنغالي، هنا ساديو ماني يظهر بالهدف الثامن. لك منهم نصيب، النصف لساديو ماني، النصف لساديو ماني. ساديو ماني يضع الهدف. ونقول دائما وابدا النصر عندما يظهر بكل امكانياته فلا يمكن ايقافه. نعم، عرضية بوشل مرة أخرى، يصنع بوشل ويكون واحد من الصانعين في مباراة اليوم. والهدف الثامن. أقول بأن الفارس والفرسان دائما لا يتخلون عن معاركهم أبدا مهما كانت الصعوبات يا ساديو ماني، مهما كانت الصعوبات ومهما كانت. سيختم هذا السيناريو، سيختم هذا السيناريو للنصر بليلة كبيرة هنا في نجران، في ليلة كبيرة في نجران. محمد مران اللاعب البديل اللي تحصل على ركلة الجزاء. محمد مران من أمام حارس المرمى. محمد مران هل يضع التاسع؟ هل يضع التاسع؟ نعم، محمد مران يضع الهدف التاسع ويكون الرقم الكبير جدا هنا في عالم المحترفين في دوري روشن بعد تساعية الهلال، بعد 9 في الحزم و9 في الفتح. هنا 9 للنصر في مرمى الأخدود، ويسجل الهدف التاسع كأكبر النتائج في دوري روشن السعودي وفي دوري المحترفين. 9 للنصر في ليلة كبيرة. نعم أيها السيدات والسادة، هنا يسدل الختام على ليلة كبيرة للعالمي. عليك قبل أن